شيكابالا هيبقى رئيس النادي الاهلي. لا مش بس كده، ده هيبقى مدرب في النادي الاهلي. الله الله. والاغرب من كده كمان ان شيكابالا هيبقى رئيس نادي الزمالك وهيبقى مدرب في نادي الزمالك. تقول لي يا عمر هو انت جبت الكلام ده منين؟ اسمعني. شيكابالا اول ما اعتزل الناس كلها قالت بقى هيفضل يتفرج، يا اما الزمالك هيشوف له منصب اداري. مفيش الكلام ده. شيكابالا اول ما اعتزل بعدها بشهور يعني ايام في نادي اسمه جي فوتبول، مش عارف كلاب او حاجه زي كده. النادي ده بيلعب معانا في القسم الثاني يعني. طيب شيكابالا المفروض عشان يدرب نادي اذا كان بقى في قسم ثاني قسم اول درجه ثانيه درجه اولى، المهم يعني ازاي لاعب لسه معتزل كره القدم ويدرب فريق اي كان. انا برضو احنا قلنا في بدايه كلامي ان حته ان هو يدرب فريق الدوري المصري الممتاز درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه، انا مش هتكلم على الدرجات، انا هتكلم على حاجه خطيره هتحصل قدام. طالما شيكابالا بدأ ان هو يدرب نادي حتى لو مش في درجات اساسا، ده حتى لو بره الدوري خالص، يعني لو حد عامل نادي صغير كده ملوش علاقه بكره القدم بس هم بيلعبوا كره قدم وشيكابالا راح دربه، دي البدايه ان هو يدرب النادي الاهلي ويدرب نادي الزمالك. تقول لي ازاي يا عمر؟ يعني ازاي شيكابالا هيدرب النادي الاهلي وهيبقى رئيسه وهيدرب نادي الزمالك وهيبقى رئيسه كمان او يمسك مناصب كبيره في الانديه دي؟ شيكابالا بداها صح لما اعتزل النادي اللي هو الجي فوتبول كلوب ده وكلاب، راح دربه. هوب بعدها بسنه نادي تاني من الدوري الممتاز هيبعت لشيكابالا تعالى درب الفريق بتاعنا. غزل المحله، المقاولين العرب، بتروجيت، كل الانديه اللي هي يعني بتبقى درجات رابعه خمسه في الدوري الممتاز بس في المركز الرابع الخامس السابع الثامن، يدرب له 3 فرق على هذا الحال. هوب على سن 45 50 سنه يبقى كده استوفي الشروط ان هو يبقى رئيس النادي الاهلي او مدرب في النادي الاهلي. طب ما مسكش في النادي الاهلي او ما دربش؟ النادي الاهلي عنده الناحيه الثانيه نادي الزمالك. ما انا برضو حسبتها، طالما الراجل بدأ في تدريب ما انا برضو بحسبها بالعقل. ازاي نادي الزمالك هيبقى شيكابالا مدرب المقاولين ومثلا بتروجيت وفاركو وغزل المحله؟ انا الزمالك عاوز حد يكون خبره وكان بيلعب عمدي يدرب لي الفريق بتاعي. طبعا شيكابالا مش هيدرب النادي الاهلي، مش هيكون في لذيذ ولا امام عاشور ولا هيكون في الناس دي خالص، ولا هينفع اساسا يدرب الزمالك حاليا لان كل اللي بيلعبوا زملائه او زملاته عشان بس ما غلطش في الكلام. فبالتالي على سن 45 50 سنه كل اللي في الاهلي وفي الزمالك من لعيبه هتشطب كوره. هيظهروا بقى الناشئين والصفقات الجديده اللي ما تعرفش شيكابالا اساسا او تسمع عنه. احنا من 10 سنين كنا نعرف لاعب اسمه شيكابالا، يا اخيرا ده كان بيلعب في الزمالك، ده كان اسطوره هيدربنا. التوقيت ده بقى النادي الاهلي ونادي الزمالك هيتعاركوا على شيكابالا. فشيكابالا بداها صح، حته تدريب في البدايه فكره ممتازه. وانا مش بتنبأ ولا حاجه، ولكن انا راجل بدرس كوره، انا راجل مش مشجع وما بحبش ان انا اشجع الكوره، لان انا ساعات ممكن احلل ماتش كامل من غير ما اسمعه، ادخل بس كده اشوف النظام ماشي ايه الدنيا، اللعيبه اللي لعبت اللعيبه اللي طلعت احلله من دماغي بالكلام بس كده. فمن وجهه نظري ان شيكابالا راجل، انا زي ما قلت لكم انا راجل بفهم كوره مش مشجع، انا راجل دارس كره قدم. فاللي دارس كره قدم ده اعرف ان هو ملوش علاقه، مش متعصب. الاهلي اتغلب الزمالك اتغلب حياتي ماشيه، مش اللي انا هفضل زعلان واغلط في ده واعمل في ده، لا لا لا، ماليش علاقه بالكلام ده.
لما درست شيكابالا حسيت ان شيكابالا ليه ادوار مهمه جدا، بس مش دلوقتي، في المستقبل لما اللعيبه دي تمشي، لما كل اللعيبه اللي موجوده كلها تمشي، بالرؤساء بالكله. يعني شيكابالا لما روح الزمالك كل هناك ناس جديده وناس غريبه، زي اللي كان مسافر بره بقاله 15 سنه ورجع لقى كل اصحابه وده كله ناس جديده. هو هنا بقى كل راجل خد خبرات من الانديه التانيه، فبالتالي الاهلي هياخده. هتقول لي ليه؟ انا ممكن اذكر لك دلوقتي، اقول لك كابتن حسن شحاته كان بيلعب في ايه الاول. لو رجعنا ورا خالص ايام ما كان عنده 20 سنه احنا مش هنفتكر حاجه، لان احنا ما حضرناش، وحتى الناس اللي حضرت مش متابعاني. انا متابعني كله تلاتينات عشرينات بحد اقصى 40 سنه، ما حضروش شباب حسن شحاته 40 سنه. ده حضر حسن شحاته وهو بيدرب، فبالتالي مش هيفهمني لما اقول له حسن شحاته كان بيلعب في الزمالك وكان بيلعب في الاهلي ولعب وبعد كده بقى مدرب مش عارف نادي ايه ونادي ايه ونادي ايه. قصه حياته، قصه حياه حسن شحاته هي نفس قصه حياه شيكابالا. انا بقى بحكي قصه الحاضر، ماليش دعوه بالماضي لان انا ما حضرتهوش. فشيكابالا من وجهه نظري بصراحه هيدرب الاهلي وهيدرب الزمالك، وهيبقى ليه تاريخ من بعد سن 45 سنة من وجهة نظر المتواضعة، لأن الراجل كل الماضي بتاعه هيتمحي وهيتنسي. يعني كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه، ادعوا له يا جماعة بالشفاء وادعوا الوالده بالرحمة. كان جماهير نادي الزمالك ما بتحبوش بسبب احتفالاته ضدهم. لما تعب جماهير النادي الزمالك اكتر من جماهير النادي الاهلي تعاطفت مع اللاعب وحبته ودعوا له. اتنسى التاريخ لانه كله مش اذى. فكذلك شيكابالا حتى لو اخطا في حق جمهور النادي الاهلي مش اذى، يعني ما اخطاش بالفاظ ولا اذاك بلفظ ولا بايده ضربك، لا بكلام بقى انت مش عارف ايه احنا افضل احنا. فكل ده هيتنسى، وشيكابالا هيدرب الاهلي وهيدرب الزمالك. دي من وجهه نظر، الفيديو ده نسيبوه بقى ايه 10 15 سنه ربنا يكتب لنا العمر نبقى نرجعوا نبصوا عليه تاني. والسلام عليكم.